تعالوا بقى نعمل الحاجة اللي احنا كل ما نيجي نعملها بنبقى شايلين همها. هنعملها بقى في يوم واحد وهنقعد كام شهر كده مرتاحين. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. معانا كده 3 كيلو من البصل، هاتيهم بقى وتعالي وهاتي بقى الكبة بتاعتك وتعالي بقى نفرمهم في الكبة. هوريكي كده تفرموهم ازاي. لو ما عندكيش كبة ممكن نقطعهم بالسكينة، بس اهم حاجة نقطعهم رفيع خالص. انا هضرب كده حبة حبة بالكبة وهوريكم كده انا قطعتهم او التقطيعة بتاعتهم بتبقى عاملة ازاي. انا عاوزاها تبقى رفيعه، مش تقطيعه كبيره زي ما انتم شايفين كده. خلاص هضرب بقى كده الكميه كلها وهنشوف كده هنعمل فيها ايه مع بعض. اول مره تشوفي قناتي معاكي مطبخ اسماء علي. لو لسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتعملي لايك عشان الفيديو يترفع ان شاء الله. معانا بقى البصل كميه كلها انا قطعتها زي ما انتم شايفين. هاتي بقى الحله بتاعتك وتعالي نحطها على النار ونضيف بقى فيها الزيت ونشوف هنعمل ايه. معانا كده ازازه زيت، انا حطيت ازازه زيت بحالها. هحط فيها البصل، هضيف كده فيها البصل. انا حاطه 3 كيلو من البصل. ال 3 كيلو طبعا دول بيحتاجوا زيت كتير. يعني بقى كل ما بتزودي في البصل كل ما تزودي في الزيت. حابه تعملي 2 كيلو بصل هياخدوا معاكي ممكن نص كيلو او اكتر من نص كيلو من الزيت. لكن لو 3 كيلو هياخد معاكي حوالي ازازه زيت. فانت بقى وحريتك، كل ما هتزودي في البصل هيزيد معاكي الزيت. سيبهم بقى كده عشان طبعا بقى ايه يتشوحوا كده وياخدوا اللون بقى الدهب الحلو. تعالوا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. معانا بقى طماطم. معانا طماطم قد ايه؟ معانا انا جايبه 15 كيلو من الطماطم. احنا بقى هنخزن الطماطم بطريقتين او 3 طرق كده مع بعض. هريحك 6 شهور كده، ممكن ما تعمليش اي صلصه لاي اكل خالص. معانا كده الطماطم طبعا جبناها غسلناها كويس، وهاتي بقى الخلاط بتاعنا وهنبدا نضربها واحده واحده. انا هضيف بس في اول ضربه بس نص كوبايه من الميه عشان الخلاط يضرب معايا، لكن بعد كده مش هضيف ميه نهائي خالص. هسيب حبه في كل خلاط بضربه، هسيب حبه كده فيه وهكمل عليه الطماطم عشان محتاجش بقى ميه خالص. ليه؟ لان الميه بتزود في الوقت على النار. يعني بدل ما ياخد مثلا ساعتين على النار هياخد ساعه، نص ساعه على النار لو ما ضفناش ميه. لكن لو ضفنا ميه في الطماطم الوقت بيطول معايا. خلاص بقى كده البصلايه بقت لونها ذهبي زي ما انتم شايفين. طبعا انا قطعت ده كله في المونتاج. انا بقول لهم في البيت يا ريت المطبخ كله يبقى مونتاج كده عشان الاكل يخلص كده في ثواني. انا جبت كده الطماطم بقى الكميه كلها. طبعا انا هقسمها حلتين، يعني هسيبها تغلي كده غلوه وبعد كده هقسمها بقى في حله تانية واكمل عليها بقيه الطماطم عشان البصل دوت كله هيبقى لل 15 كيلو طماطم اللي انا عاملاهم. هنقسمها كده في حلتين وهنسيبها بقى كده تغلي وتاخد كده تدي كده مع بعضها، وبعد كده هنشوف بقى هنحتفظ بيها ازاي او هنعمل فيها ايه. زي ما انتوا شايفين كده انا سبتها بقى على النار. الزيت بقى زي ما انتوا شايفين كمان طلع لونها حلو قوي. الناس اللي بتحب البصل يبقى باين في الصلصة ممكن تسيبه كده زي ما هو وتعبيه في الاكياس. لكن الناس اللي ما بتحبش البصل يبقى باين ممكن تضربيه كده ضربة بالهاند بلندر عشان خاطر لو انت مش عاوزاه يبقى باين معاكي. يا جماعة عاوزة اقول لكم ان من غير ما نحط توابل او اي حاجة ريحة الصلصة تحفة. صلصة بقى تعمليها للمكرونة، ممكن تعمليها للطبيخ، يعني بقى مش عاوزة اقولك بتحتاجيها في كل حاجة. طلعي كده الكيس يا دوبك يفك معاكي وبعد كده بقى بتعملي بيه اللي انت عاوزاه. طبعا الحلة ديت او يعني الحبة اللي انا عملتهم دولت انا قسمتهم على مرتين، قسمتهم على حلتين. الحلة ديت انا هعملها اكياس اللي هي بتاعه الصلصه والطبيخ او كده زي ما قلت لكم، والطبق التاني هنعمله لحاجه تانية، يعني هنخزنه لحاجه تانية. انا كده خلاص عبيت الاكياس الصلصه زي ما قلت لكم. انا عامله الكيس كبير، يعني انت ممكن تقسميه كبشه واحده او كبشتين حسب استعمالكم بقى في الاكل. يعني الكيس ممكن ده يكفيكي مره او مرتين لمكرونه او لطبيخ او لاي حاجه بتحتاجي لها صلصه ببصل. احنا يا جماعة عملنا 2 في 1، خزنا حاجتين كمان. بصوا بقى هعمل لكم مفاجأة، هعمل لكم تسبيكة المحشي. بصي جبتلك التسبيكة كده لحد عندك، حاجة كده يعني هتشيليها في الفريزر. مستعجلة بقى جايبة حاجة محشي ومستعجلة، طماطم غالية ما عندكيش خضرة بتبقى موجودة عندك. في ناس بتشيلها من غير خضرة، بس انا بصراحة بحطها كده بخضرة، يعني كده جاهزة على الاكل على طول او على العمال على طول. يعني مش فاضية عندك ما عندكيش خضرة الحاجة. بصي يعني هي تسبيكة محشي صح الصح.
جاهزه معاكي، طلعيها يا دوبك هترشي عليها رشه التوابل بتاعتنا بقى العظمه كده، وهيبقى جاهز معانا للمحشي. يعني ممكن تعملي الكميه ديت او تعملي كميه قدها تكفيكي سنه بحالها. تكميك يعني عزومات بقى جايه مستعجله من مشوار، يا دوبك بس كده تطلعي الكيس يا دوبك يفك ويبقى جاهز معانا. صلصه للمكرونه، صلصه للطبيخ، يعني الطبيخ ممكن تستعمليه عادي وتحطي برده معلقه سمنه، هيبقى برده هو ينفع لاي خضار تطبخيه. طبعا المكرونه مش عاوزه اقولك طعمها تحفه ازاي، شويه بهارات كده على بقى شويه الصلصه كده لما يفكوا، مش عاوزه اقولك يعني ريحتها عامله ازاي. بص بقى كيس التخديعه بتاعتنا، هو بيتكلم عن نفسه يا جماعة، هو بيتكلم عن نفسه. كيس تخديعة محشي، يعني مفيش احلى ولا اجمل من كده. حاجة جاهزة كده تخزنيها عندك زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو، ان دايما بيبقى شايلين همه دايما. لا ده انا هسبك لسه للمحشي ببقى شايله همها، لا هسبك للخضار او هسبك للمكرونه ببقى شايله همها. لا احنا عملناها زي ما قلت لكم كده، ان احنا هنجهز كده تجهيزات لرمضان ان شاء الله. مش هخليكم محتاجين حاجه. ولسه ما اشتركتش في القناه، يلا بقى اشتركي في القناه وتابعيني على الفيسبوك، علشان ان شاء الله هنحضر كل حاجه وكل اكلات كده وحاجات هنحتاجها في رمضان. مش هخليكم محتاجين اي حاجه، لو في اي حاجه عاوزينها اطلبيني في التعليقات وانا هرد عليكم. ما تنسيش بقى في لايك كبير عشان الفيديو يوصل لنكبر ان شاء الله. سيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.